السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجتمع الدولي بيطالب بإن بتوع غزة يسيبوا أرضهم ويعدوا من معبر رفح على مصر. يعني هو كده بيقول لهم إيه؟ أنتوا القضية الفلسطينية بتاعتكم انسوها، سيبوا أرضكم وتخلوا عنها وروحوا، يا إما إيه هنقصفكم بالطيران. ده هبل ولا بيستهبل ولا عبيط؟ يعني هو مفيش يعني ايه الخيارات الثلاثة متاحة ليه، يختار اللي يعجبه. شعب ايه اللي يسيب ارضه يا حبيبي انت وهو؟ واسرائيل تقول لهم لو عايزين تنفدوا بجلدكم او تنقذوا ارواحكم وارواح الاطفال سيبوا ارضكم، عشان يبقى كده ما عادش فيه قضية فلسطينية. الناس دي بتستهبل، مفكرين الشعب الفلسطيني ساذج. الشعب الفلسطيني بيدافع عن أرضه وعرضه، وكل العرب على قلب راجل واحد في القضية الفلسطينية، وقضية العرب الأولى هي القضية الفلسطينية. فعشان خاطر الناس ما تقولش أصل شوف مصر واقفة ضد بتوع غزة ومش عايزة الناس بتتضرب وبتتقصف ومش عايزة تقويهم، يعني يسيب بيته ويسيب أرضه ويسيب عرضه ويرحل ويبقى ما عادش عنده قضية، يبقى باع القضية. هو كده لو عمل كده يبقى باع القضية. طب ينفع؟ مفيش شعب بيسيب أرضه وعرضه ويرحل، لازم يدافع عنها عشان هي أرضه. لو سابها ورحل تبقى مش أرضه، يبقى بيثبت للعالم إن دي مش أرضه. وهي دي اللي عايزاه إسرائيل، وهو ده اللي عايزه اليهود، ودي اللي عايزاه أمريكا وعايزه الاتحاد الأوروبي وعايز، يعني عشان ما نفضلوش نتكلموا كتير وكلام هيخلينا نتنرفزوا. فالشعب الفلسطيني مش هيسيب أرضه. وأنت يا إسرائيل لو الشعب الفلسطيني ده الشهيد اللي بيروح بيجي مكانه 1,000,000 شهيد عربي، الشهيد الفلسطيني اللي بيروح بيجي مكانه 1,000,000 شهيد. ايه يسيبوا ارضهم ويسيبوا غزة ويجوا على مصر ويعدوا على سينا ويقعدوا في سينا، وانت تاخدي غزة بقى خلاص وتبقى ماتت القضية الفلسطينية؟ ده انتوا بتحلموا تيجي امريكا، يجي جورج واشنطن نفسه، يجي اللي يجي يعني. وانت نتنياهو والله العظيم اسمك على مسمى نتن يا يعني اسمك كويس والله. فالحلم اللي انت انت وشعبك او جيشك جيش الاحتلال بتفكروا فيه ده مش هيحصل. الشعب الفلسطيني في ارضه مش هيسيبها، وكل الدعم والحب والاعزاز والتقدير للشعب الفلسطيني. يعني ايه يسيب غزة؟ مش هيسيب غزة. الموت بشرف، لما نموت بشرف في ارضي انا كده كده ميت وعمري مكتوب واجلي مكتوب، لما نموت بشرف في ارضي احسن ما نموت، احسن ما نعيش من غير شرف. وهي دي القضية الفلسطينية، وكل الدعم والحب للقضية الفلسطينية، كل الدعم والحب والاعزاز والتقدير للقضية الفلسطينية، وكلنا كل العرب على قلب راجل واحد في القضية الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.